السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الحلقة دي مع بعض عن الخطوات العلاجية اللي تخفف علينا من أعراض وسواس الموت. مبدئيا خلينا نقوله يعني ايه واحد مصاب باضطراب وسواس قهري أو وسواس الموت اللي احنا هنتكلم عنه دوت. يعني الشخص دوت بوضوح كده بيجيله أفكار وصور ذهنية هو مش بيحبها، وكمان هو مش عايزها ولا قابل وجود الأفكار ديت. لكن بالرغم من كده الأفكار دي بتقتحم عقله غصب عنه عشان نقدر نفرق ما بين الأفكار العادية والأفكار الوسواسية. يبقى الأفكار دي بتقتحم عقله غصب عنه، وكل ما يحاول يطرد الأفكار دي أو هي تحاول تطرد الأفكار اللي بتجيلها بعقلها ديت، الأفكار دي بترجع تاني بإلحاح أكتر. ونركز في كلمة إلحاح، يعني معنى كده إن الأفكار دي مالها ملحة على الشخص. الأفكار ديت ساعات بتخلي الشخص يعمل تصرفات معينة. يعني التصرفات اللي هو هيعملها ديت بيعملها علشان يقلل القلق اللي سببته له الفكرة. يعني مثلا التصرفات دي ممكن تكون واضحة، زي واحد بيغسل ايده على طول مثلا، احنا بندي أمثلة. أو مثلا ممكن أفعال غير واضحة زي إنه ممكن يعد في السر، لكن في الحالتين بتكون مرهقة جدا للشخص دوت. لابد برضو نفهم شيء تاني، وهو ان نسبة المصابين بالوسواس القهري حوالي 3% من سكان العالم. يعني دي نسبة مش شوية. طيب ازاي بتبدأ الوساوس ديت في عقل الانسان عشان نقدر نفهمها، ولما نحط الخطوات نقدر نتبعها بشكل صحيح؟ لان احنا مش هنقدر نعالج شيء احنا مش فاهمينه. عشان كده بفهمك الاول ازاي بتبدأ الوساوس في عقلك. تعالوا كده نتخيل ان في عقلنا دايرتين. دايرة داخلية هتكون للأفكار المهمة اللي احنا بنفكر فيها بإرادتنا، ومثلا هيكون في دايرة خارجية للأفكار التلقائية اللي بتيجي فجأة من غير ما نطلبها. طيب ايه هي الأفكار اللي بتيجي فجأة من غير ما نطلبها؟ هنا لابد ان احنا نفهم كده سوا مع بعض ان في حاجة اسمها ماكينة توليد الأفكار. دي بتكون في العقل شغالة جوه دماغنا 24 ساعة مش بتبطل. بتولد أفكار عشان تساعدنا نحل مشاكلنا ونتعامل مع العالم. يعني في الأساس العقل في جزء بيولد الأفكار تلقائيا في دماغنا 24 ساعة مش بيبطل. الغرض منها إن احنا نحل مشاكلنا ونتعامل مع العالم. لكن المشكلة إن المكنة دي مش فيها زرار بنوقفه، يعني هي شغالة باستمرار من غير ما احنا نتحكم فيها. فبتولد كمان أفكار مش مهمة. خلي بالنا من الحتة دي. يعني ماكينة الأفكار احنا بنقوله مجازا تشبيها إن العقل بيولد أفكار. الأفكار دي تلقائية، الإنسان ملوش تحكم فيها. بالرغم إن هو بيدينا أفكار نتعامل بيها مع العالم وعشان نحل مشاكلنا، إلا إنه في نفس الوقت برضو بيولد أفكار مش مهمة. ممكن الأفكار دي تكون سخيفة أو حتى ضد معتقداتنا إحنا. لكن طالما كل الناس بتيجي ليهم أفكار غريبة، هنا بقى السؤال: ليه في ناس بيتحول ده عندهم وسواس قهري؟ يعني بالرغم ان كل الناس بتجيلها افكار كويسة وافكار سخيفة، ليه جزء من الناس وخصوصا ال3% اللي احنا اتكلمنا عنهم بيتحول عندهم الافكار ديت الى وساوس قهرية؟ هنا الاجابة باختصار بتكون ان الفارق في ردة الفعل، وده اللي هنفهمه مع بعض. معظم الناس العاديين بتسيب الفكرة تعدي، لكن اللي عندهم وسواس بيتعاملوا مع الفكرة كأنها مهمة. بمعنى ايه؟ ان انت لو عندك دلوقتي مثلا امر مهم في حياتك، وجي واحد كلمك في امر تاني، فانت تقول له لا استنى بس عشان انا عندي شيء اهم هخلصه الاول وبعد كده نبص للموضوع اللي انت بتتكلم فيه. ده الطبيعي معانا كلنا في حياتنا بره. العقل الوسواسي هنا بقى بيتعامل مع الافكار التافهة اللي احنا كلنا بلا استثناء بنقوله ملهاش لازمة دلوقتي، بيتعامل معاها على اساس انها فكرة مهمة وبيبدأ يديها اهتمام اكتر، وهنا بتحصل المشكلة. طيب هدف العلاج النفسي هنا ايه؟ ان احنا نرجع لك الافكار الغريبة اللي هي تافهة ديت لمكانها الطبيعي خارج دائرة الاهتمام. وعشان نحقق دوت لازم نجاوب على سؤالين حاليا لابد انت تكون فاهمهم كويس قوي قبل ما تبدأ معايا خطوات العلاج عشان تقدر تتعالج بشكل سليم، لانك لو ما فهمتش مش هتعرف تعالج نفسك. السؤال الاول بيقول: ليه الافكار التافهة ديت اتحولت لافكار مهمة؟ ده اول سؤال.
السؤال التاني، ليه الافكار ديت لم يتم طردها تلقائيا؟ يعني ليه طيب من نفسها ما خرجتش؟ تعال نجاوب على السؤال الاول وبعد كده هجاوب لكم على السؤال التاني. السؤال الاول بيقول ليه الافكار التافهه ديت اتحولت لافكار مهمه؟ الاجابه هنا عقل الانسان شغال بما يسمى برامج داخليه، وركز معايا في الكلام ده. زي بالظبط كده نظام تشغيل الموبايل عندك. لو انت عندك برنامج الفيسبوك، عندك برنامج الواتساب، كل برنامج فيهم بيؤدي وظيفة معينة، لكن ما ينفعش الواتساب يشتغل فيسبوك، وما ينفعش الفيسبوك يشتغل واتساب، وهكذا. البرامج دي في شبيه ليها، مش هنقوله هي، لكن شبيه ليها في عقل الإنسان، ده تشبيه مجازي. بيكون اسمها المعتقدات أو المخططات. يعني اللي بيكون في عقلك حاليا ده مش برنامج، اسمه معتقد أو مخطط، وهي اللي بتحدد ايه المهم وايه التافه. يعني المعتقدات او الخلفية الفكرية اللي عندك اللي انت عارفها في عقلك هي اللي بتحدد ايه المهم وايه التافه. علشان كده ساعات تلاقي في بعض الاشخاص يقولك يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ ده الشيء اللي انت شايفه كبير ده بالنسبة لي انا بسيط. يبقى اذا هنا المعتقدات هي اللي بتحدد عندك او عند غيرك اذا كان الشيء ده بالنسبة لهم مهم او تافه. وكمان بتحدد ايه هو الصح وايه الغلط. يعني انت في مقاييس في عقلك بتختلف من واحد للتاني. في ناس بالنسبة له ده صح، وفي ناس بالنسبة لهم لا ده غلط، بالرغم ان ممكن يكون الشيء واحد، لكن طريقتنا في تفسير الاشياء هي اللي بتحدد ايه الصح وايه الغلط. تمام؟ علشان كده لما بيكون في برنامج خاطئ او معتقد خاطئ من اللي احنا لسه بنتكلم عنه، ده بيخلي الفكرة التافهة تبان كأنها مهمة أو خطيرة، وبالتالي بيدخلها العقل جوه دائرة الاهتمام. والمعتقدات دي بتكون مثلا تجارب من الطفولة، بتكون مثلا التعامل مع الأهل والمدرسة والناس، أو الأحداث المبكرة المؤثرة عليك في بناء شخصيتك من الطفولة لحد ما انت عليه دلوقتي. يعني لما اجي اوضح لكم الموضوع دوت، كأننا كده بنلبس نظارة المعتقدات وبنشوف بيها العالم. لو النظارة دي مشوهة هتشوف كل حاجة بشكل خاطئ. وعلشان ندي أمثلة على المعتقدات دي ونفهمها أكتر، فهنلاقي عندنا مثلا إن من ضمن المعتقدات وهي تضخيم المسؤولية. إن في شخص بيضخم المسؤولية اللي هو شايلها وكأنه شايل هم كل حاجة حوالين منه. المعتقد التاني اللي هو مثلا المبالغة في أهمية الأفكار. يعني كل فكرة بتيجي في عقلك انت عندك مبالغة في ان الفكرة دي مهمة، وممكن تكون الفكرة ملهاش اي اهمية من الاساس. من ضمن المعتقدات برضو وهو التهويل من التهديد. يعني ممكن يكون في شيء بره بيهدد الشخص، لكن مش بنفس التضخيم اللي هو عامله، فبنقول لك ان انت شخص هوال او بتهول بزيادة. طبعا دي بتكون الفكرة هي اللي عامله لك كده مش انت. برضو في شخص ممكن يكون عنده نزعة للكمالية، عاوز كل شيء على أتم وجه، وده طبعا مفيش حاجة اسمها كمالية في الوجود، لأن الكمال لله وحده. فبنقوله إن أنت عندك هنا معتقد خاطئ أنت بتفكر بيه. اللي فات ده كانت مجموعة من المعتقدات الخاطئة اللي هي بتسبب الوساوس. بعد كده هندخل على أخطاء التفكير اللي ممكن يكون الإنسان بيفكر بطريقة غلط، وهي مثلا يقولك والله أنا عندي مقدرة في قراءة أفكار الآخرين، فاحنا نقول له ان دوت خطأ في التفكير، لان لا يعلم الغيب الا الله. انت ممكن تكون عندك بعض العلم او بعض القراءات، لكن مش بالضرورة تعرف الافكار اللي هو بيمر بيها غيرك. الحاجة التانية من ضمن اخطاء التفكير وهو التوقع السلبي. دايما انت متوقع الشر، ما بتتوقعش الخير ابدا. برضو في التفكير العاطفي اللي هو الشخص يقولك انت بتفكر بالعاطفة مش بتفكر بعقلك. برضو في التقليل من الإيجابيات. يعني أنت عملت شيء كويس أو أنت عملت شيء كويس في حياتك فبتقللي منه أو مش عطياله القدر اللي هو يستحقه. في بعد كده التعميم المفرط، إن أنت تاخد شيء واحد وتعمم عليه كله زي بعضه، ده طبعا ما ينفعش. فدي من ضمن أخطاء التفكير اللي هي بتسبب معانا المشاكل في الوساوس. اللي فات ده كله كان إجابة السؤال الأول اللي هو كان ليه الأفكار التافهة دي تحولت لأفكار مهمة، وكده عرفنا السبب. طيب تاني السؤال اللي هو ليه الأفكار ديت لم يتم طردها تلقائيا؟ علشان نجاوب لك على السؤال دوت لازم تعرف إن الشخص هو اللي استجاب للفكرة،
وتعامل معاها ونفذ اللي الفكرة طلبته منه. وده بيقوي الفكرة اكتر، انك لما تنفذ اللي الفكرة بتطلبه منك. وعشان كده الموضوع ده بيخلي العقل يصدق ان الفكرة ديت مهمة فعلا. يعني مجرد انك الفكرة تطلب منك شيء وانت تنفذه، كده العقل بدأ يفهم ان الفكرة دي مهمة فعلا. كأنك كل مرة كده طفلك او ابنك يزن عليك، تقوم انت تديله الحاجة اللي هو عاوزها لمجرد انه زن عليك او قعد يعيط. خلاص الطفل بياخد دي حيلة وبيبدأ كل ما يعوز منك حاجة يعيط او يزن عليك مرة تانية، لان هو اتعود انك لما هو هيزن عليك او هيعيط انت هتعمل له ايه؟ الطلب بتاعه. طيب ايه هو اهداف العلاج بقى اللي احنا عايزين نعمله، اللي هو العلاج النفسي السلوكي؟ ان احنا هنعدل البرامج العقلية اللي هي المعتقدات اللي اتكلمنا عنها من شوية، اللي خلت الفكرة التافهة تبان على انها ايه؟ مهمة. ده اسمه علاج معرفي. طيب بعد كده النوع التاني وهو التدريب على عدم الاستجابة للفكرة الوسواسية، وده اسمه العلاج السلوكي. اللي فاتت دي كانت المرحلة الأولى من العلاج، إن أنت لازم تفهم الأول يعني إيه فكرة وسواسية وجات لك إزاي، علشان نقدر ندخل بقى على المرحلة التانية اللي هي جاية دلوقتي. تابعوا معايا. المرحلة التانية وهي الوصول لمعنى الفكرة اللي جات لك. إحنا خلاص اتكلمنا على الفكرة، عاوزين نوصل بقى الفكرة دي معناها إيه في عقلك. عقلك شايفها إزاي؟ لابد هنا إن أنت تكون فاهم شيء كويس، إن أنا حاليا مش بحاول أقنعك إن فكرتك غلط، لكن انا بسألك انت شايف الفكرة ديت معناها ايه في عقلك، عشان تكون فاهم الغرض من العلاج. يعني ما ينفعش تكون بتتابع مع حد ويقنعك ان انت غلطان. ما هو احنا عارفين ان الفكرة خاطئة، يعني معظم الاشخاص يقول لك انا عارف ان الفكرة غلط، لكن الفكرة في دماغي مصورة لي مشهد معين. يبقى اذا هنا المفروض لما بنيجي احنا نعالجك مثلا بنفهم منك، بص الفكرة مصورة لك انت ايه. انا ماليش حكم عليك خالص، انا هنا مش هيئة محكمة اصدر الاحكام عليك او اقول لك ان ده صح وده غلط. انا عاوز افهم الفكرة مصورة لك المشهد ايه بالظبط. علشان كده هنستخدم مع حضرتك في وسواس الموت تقنية اسمها التساؤل السقراطي. لو حد عاوز يسأل عنها او يستفسر طبعا تقدروا، عندكم النت واليوتيوب مليان، لكن انا هطبقها معاكم حاليا علشان نقدر نوصل ليه انت خايف من الموت او ليه انت على طول جايلك وسواس الموت. فتعالوا مثلا ندو مثال ونتخيل ان في مريض بتجيله فكرة ان هو هيموت. مريض اهوت بتجيله فكرة ان هو هيموت. طيب احنا المفروض نسأله، هل انت شايف ان الفكرة ديت سيئة؟ ولو انت شايفها فكرة سيئة ليه انت شايفها كده؟ ممكن حد يرد علي حاليا يقول لي لان معناها ان انا هموت. هو صحيح، هو في اكتر من الموت. يبقى اذا في حد ذاته انت ممكن تكون فكرة الموت بس في حد ذاتها عندك دي فكرة سيئة. خلاص هنا بقى انا هرد عليك واقول لك، طب ما انت لسه حي اهوت لحد دلوقتي، بالرغم ان الافكار دي بتجيلك من زمان. انا هو بسألك، ممكن بقى ترد عليا، ما هي الافكار دي لما كانت بتجيني انا كنت بعمل تصرفات معينة بتخليني اتجنب اني هموت. هنا انا ابدأ اسألك بقى كسؤال تاني وخليك معايا، وهو لو انت ما عملتش الافعال التطمينية اللي هي بتخليك لما تعملها ان انت ما تموتش، ايه هو اللي هيحصل لك؟ ممكن ترد عليا تقول لي مثلا لو انا ما عملتش الافعال التطمينية دي الفكرة بتقول لي ان انت هتموت، او انا بصدق ان انا فعلا هموت. هنا في اللحظة ديت احنا بنكشف ان الفكرة الوسواسية اللي عندك متشابكة مع معتقد راسخ قبل كده. الفكرة اللي عندك كده متشابكة مع معتقد راسخ من زمان، ودوت اللي هنوضحه مع بعض. عشان كده هنخش معاك على المرحلة الثالثة، وهي ايه بقى؟ مناقشة معنى الفكرة وربطها بالمعتقد اللي في عقلك. خليك معايا. هنناقش معنى الفكرة اللي عندك ونربطها بالمعتقد الخاطئ اللي جوه عقلك. علشان كده دلوقتي هنكمل معاك الأسئلة اللي احنا بدأناها علشان نوسع المنظور الرؤية عندك للفكرة الوسواسية اللي انت بتمر بيها. وهنا هبدأ أسألك سؤال، هل كل الناس بيفكروا في الموت؟ الطبيعي انك هتجاوب لي تقول لي ايوه، كلهم بيفكروا في فكرة الموت زي طبيعي. هنا هبدأ أسألك سؤال، هل كلهم بيخافوا؟ جاوب مع نفسك كده، هتقول ايه؟ ممكن تقول لي والله ممكن يكون في ناس بتخاف وناس لا، صح كده؟ طيب هنا السؤال، الناس اللي هي ما خافتش من فكرة الموت او الناس اللي هي فكرت في الموت زيك دي، هل كلهم عايشين حياتهم ولا لا؟
الإجابة المنطقية اللي انت هتردي عليها دلوقتي وتقول لي والله أيوة صح، الناس عايشة حياتهم. هنا بقى أسألك سؤال وأسألك سؤال، هل المشكلة في الفكرة الوسواسية نفسها، ولا المشكلة في تفسيركم انتوا للفكرة الوسواسية؟ يبقى هنا لازم نفرق، المشكلة في تفسيرنا احنا للفكرة. طيب ده ياخدنا لجزئية كنا اتكلمنا عنها في بداية الحلقة، وهي ماكينة توليد الأفكار، اللي هي بتولد عندي أفكار إن أنا أقدر أتعامل بيها مع حياتي، وفي نفس اللحظة بتولد لي أفكار تافهة. هنا لما بنيجي نكتشف وجود ماكينة الأفكار العقلية ديت، هنفهم إن هي بتخلط ما بين الفكرة والواقع، وده اللي إحنا لازم نصلحه. إزاي هنصلحه؟ لما ندخل مع بعض دلوقتي على المرحلة الرابعة، وهي تعديل التفكير والمخططات المختلة اللي هي بتكون في عقلك. وهنا سؤال مهم، هل كل فكرة بقى بتيجي في دماغنا معناها إن هي لازم تحصل؟ وهنا خلينا نوضح المعنى دوت بمثال. هنقوله مثلا إن لو فكرنا إن اللمبة دي هتنفجر، هل بمجرد التفكير فيها هي هتنفجر؟ الإجابة طبعا لأ. نفس الشيء مع فكرة الموت، التفكير فيه لا يعني إنه هيحصل. ممكن واحد يقول لي دلوقتي لكن فكرة الموت مختلفة عن فكرة اللمبة، وأنا الفكرة بتجيني فعلا إن أنا حاسس إني هموت. هاجي هنا أرد عليك هقول لك، هل لو أنا دلوقتي فكرت معاك إن ينزل علينا $1,000,000 من السماء مثلا، يعني هل لمجرد التفكير فيه ده هيحصل؟ هتيجي برضه تقول لي ده فكرة الموت مختلفة عن الفكرة بتاعت الفلوس اللي انت بتتكلم بيها، لان فكرة الموت بتبقى قوية ومحسساني ان انا هموت. هنا ارد عليك واقول لك، هل الدكاترة اللي هم بيتعاملوا يوميا مع المستشفيات وفي مرضى بتموت تحت ايديهم، هل جالهم وساوس زيك لمجرد انه شاف واحد بيموت؟ طيب هل اللي هم خطباء المساجد لما بيجي يخطب عن الموت وعن الآخرة، هل هو بيصاب بالوسواس زي حالاتك ان هو هيموت لمجرد ان هو جاب سيرة الموت على لسانه؟ طيب الجماعة اللي شغالين في نشرات الأخبار وبينطقوا كل يوم على الحوادث أو فلان مات بسبب حادث أو معرفش إيه اللي حصل، هل الأشخاص دي برضو بيتعرضوا للوسواس القهري لمجرد إن هم فكروا في الموت أو ذكروا اسمه؟ هنا طبعا ده مش بيحصل، وإنت المفروض تكون شفت بنفسك اهوت الإجابة المنطقية اللي بترد على الفكرة عندك وبتقولك إن مش كل شيء أنا هفكر فيه هيحصل. هنا في بعض الناس بقى اتربوا على معتقدات، يعني في بعض الاشخاص اتربوا على معتقدات خاطئه، زي يقول لك ايه، ما تقولش في وشي الكلام ده، او يقول لك يا عم ما تفولش في وشنا ده، انت لو قلت الكلام ده هيحصل. او واحد تاني يقول لك يا عم تف من بقك، الكلام اللي انت بتقوله ده ايه. كل دي معتقدات خاطئه احنا اتربينا عليها من الصغر، لكن مش لمجرد ان الواحد هيعتقد او تجيله فكره ان الموضوع ده شرط انه يحصل. والدليل على كده، وانا يمكن قلت الامثله دي قبل كده وبكررها اهوت، ان خليك مكانك كده وتخيل ان في فلوس هتنزل عليك دلوقتي، او تخيل ان في اللحظه ديت يلا انا عاوز الدنيا تشتي لمجرد ان انا بتخيل، او مثلا انا عاوز الليل يليل هو انا في النهار لمجرد ان الفكره دي جت في دماغي. برضو خليني ادي لك شيء تاني في الجزئيه ديت، وهو عاوزك تتخيل ان في كتاب قدام منك على الترابيزه دلوقتي، وانت تخيل او تخيلي ان الكتاب دوت هيقع. هل لمجرد التخيل الكتاب ده هيقع من على الترابيزة؟ طبعا ما اعتقدش ان ده هيحصل. وهنا العلاج فايدته ان احنا بنوجد تفسيرات بديلة، وبنأكد ان الافكار اللي بتجيلك في عقلك دي مش سحر ابدا ولا بتتحقق لوحدها. بعد كده لابد ان احنا بقى ننتقل للمرحلة الخامسة، وهي التجربة السلوكية، لان احنا خلاص عدلنا لك التفكير والمخططات المختلة في عقلك اهيت بطريقة منطقية. ندخل بقى مع بعض على المرحلة الخامسة، وهي زي ما قلنا التجربة السلوكية. هنا انت كمريض وسواس موت لابد ان انت بتختبر صحة الافكار دي، هل هي فعلا حقيقية ولا لا. فمثلا انا ممكن اقول لك هات كتاب دلوقتي، او امسك كوباية في ايديك، او امسك اي شيء. فهنقوله مثلا، خلينا كده مع بعض ندي مثال عملي، وانا هجيب القلم اللي هو دوت، انا هو معايا قلم، هنقوله مثلا ان القلم دوت معانا اهوت، وانت تخيل وانت تخيلي معايا الموقف اللي انا هشرحه دوت. القلم انا ماسكه اهوت في ايدي، لو قلنا ان بمجرد ما هسيب القلم ده يقع، يعني انا هعمله كده اهو مثلا دلوقتي، بمجرد ان انا هسيب القلم دوت، الفكره بتقول لي ان انت لو سبته من ايديك هتموت. خلاص احنا هنتخيل الموقف دوت،
وهي دي التجربة السلوكية اللي انت او انت المفروض تعملوها مع نفسكم في البيت. تشوفوا الفكرة بتقول لكم ايه، او لو ما عندكوش افكار حاضرة هنعمل الاختبار دوت. هات مثلا قلم زي حالاتي كده، وابدأ قول لنفسك او قول لنفسك ان انا بمجرد ما هسيب القلم دوت على الارض كده انا هتحصل لي ايه؟ فكرة الموت، وانا فعلا هموت. تمام؟ طيب لما نيجي بنعمل التمرين ده عملي دلوقتي اهوت، انا هبدأ اطبقه على نفسي الاول، لان ممكن واحد يقول لي طب انا خايف اعمل التمرين ده حاليا وفعلا اموت، لان مريض الوسواس بيكون عنده رعب داخلي، الفكرة مصوره له الفكرة بشكل ان هو مبالغ فيه وان هو فعلا هيموت لمجرد انه هيعمل التمرين ده. طيب انا قدامك او قدامكم هعمل التمرين اهوت، وهقول لنفسي اهوت ان انا هو بتكلم عن نفسي هموت بعد ما القلم دوت اسيبه من ايدي خلاص. وبعد ما هسيب القلم من ايدي انا هسيبه ببطء اهوت عشان نعمل التمرين مع بعض. على فكرة ده تمرين تدريجي، انا عاوزكم تعملوه بالتدريج ببطء، يعني لو في واحد مرعوب قوي لا يفكر الاول ويهدي نفسه، يحاول يهدى، يعني يخش داخل على التمرين ده هادي ويبدأ يواجه معايا الافكار بتاعته. اهو انا هعمل التمرين، انا هموت بعد ما هسيب القلم دوت من ايدي. بصوا بقى، انا بعد ما هسيب القلم ده من ايدي انا هبدأ اكرر كلمة انا هموت انا هموت انا هموت، مثلا لمدة 5 دقايق او 10 دقايق. انتوا هتعملوا التمرين ده مع نفسكم اهوت. انا بمجرد ما هسيب القلم ده من ايدي انا هموت اهو. مبدئيا انا ما متش اهو لما سبت القلم خلاص. طيب ايه بقى التكرار؟ هبدأ اكرر، طبعا بعد الشر عن الكل، انا بقول ده تمرين بنعمله عشان الناس تطلع الفكرة من عقلها. هتبدأ تقول لنفسك او تقول لنفسك انا هموت انا هموت انا هموت اهو. مجرد ان انا بكرر بس الكلمات ديت انا بثبت لعقلي ان انا قلت الكلمة، والفكرة الوسواسية جات لي وانا نفذت الطلب بتاعها ان خلي بالك لو رميت القلم هتموت، ده انا عملت عكسه ومع ذلك انا ما متش. هتبدأ تلاقي نسبة القلق تدريجيا بتقل عندك، يعني لو هي 100% هتوصل 90 80 75 وهكذا. وانت برضو نفس الموضوع، هتلاقي ان الفكرة الوسواسية بدأت تقل عندك تدريجيا. كل ما بنعمل يا جماعة التمرين دوت كل ما نسبة القلق من فكرة الموت بتقل عندنا. في البداية طبعا هتحس بتوتر شديد، لكن مع الوقت بيقل التوتر وبتدرك ان الفكرة ديت كانت مجرد فكرة في عقلك وليست واقع. ديت كانت المرحلة الخامسة اللي هي التجربة السلوكية. التجربة السادسة والأخيرة وهي بقى التعرض ومنع الاستجابة. ده انت طبعا بعد ما بتخلص المرحلة الخامسة، شوف هتخلصها في اسبوع مثلا، في 10 ايام، على حسب ما انت يكون عندك المقدرة، ويبدأ التوتر يقل عندك مثلا ل50% 40%. تبدأ بعديها تخش على المرحلة اللي هي السادسة وهي التعرض ومنع الاستجابة. حضرتك او حضرتك هتعملوا قائمة بالمواقف اللي بتثير الوسواس عندكم، وبنرتبها حسب شدة القلق. يعني هنجيب كل المواقف اللي احنا بنتعرض لها ونبدأ نكتب بالقلم دوت في الورقة ايه هي المواقف اللي هي بتطلع عندي فكرة الوسواس، او لما انا بتعرض للمواقف دي الوسواس بيجيني. ونكتب جميع المواقف دي لان هتلاقي عندكم اكتر من موقف، وكل موقف نكتب جنب منه نسبة شدة القلق. يعني مثلا انا بيجيني وسواس الموت لما حد بيتكلم عن الموت قدامي، اروح مسجل الموقف ان انا لما حد بيتكلم عن قدام مني عن الموت انا بيجيني وسواس الموت، واروح كاتب جنب منها نسبة القلق كام في المية. طيب حاجة تانية، لما انا بزور مريض انا بحس ان انا هموت، ده بيسبب لي وسواس موت، اروح كاتب نسبة القلق قد ايه. طيب هل انا لو سمعت خطبة دينية والخطيب المسجد بيتكلم عن الموت، هل ده بيسبب لي وسواس الموت؟ لو ايوه اكتب نسبة القلق من الموقف ده كام في المية. وهكذا انت بتكتب المواقف، وحضرتك برضو بتكتبي المواقف اللي بتمر بيكي علشان نقدر نعرف ايه هي الافكار اللي بتجول في خاطرنا ونشوف نسبة القلق قد ايه. طيب ايه هو بقى التعرض ومنع الاستجابة؟ ان انا مثلا لو انا بخاف من الكلام عن الموت انا هتكلم عن الموت وهقعد في المجالس اللي هي فيها كلام موت، وابدأ ان انا اركز مع الكلام ده قوي وراقب شعوري ان انا قلقت في الاول. طيب انا هوت ما حصليش حاجة، ما متش. تبدأ تدريجيا بمواجهة المواقف ديت وعدم الاستجابة التطمينية بقى. يعني مثلا
مش كل ما تجيلك فكرة الموت تعدلي من 1 ل10 في سرك، عشان الفكرة بتقولك ان انت لو ما عدتش من 1 ل10 هتموت، يبقى انت هنا ما طبقتش الخطوة دي، وهي التعرض ومنع الاستجابة. ان انت بتتعرض للمثير اللي بيحسسك انك هتموت، وما بتعملش الافعال التطمينية. المرحلة دي مهمة لان هي بتكون من اشد المراحل شوية عليك. ممكن يكون التوتر فيها شديد شوية، لكن مع تكرار التمرين الموضوع بيقل عنك. مثلا لو انت رايح تزور مريض في مستشفى وخايف تروح تزور المرضى عشان مثلا فكرة الموت، لا، روح وحاول ان انت تقعد قدام الشخص دوت وتكلم معاه، وما تعملش الافعال التطمينية. اللي هي بتقولك ان انت لازم تعملها عشان ان انت ما تموتش. لا، في اللحظة دي احنا خلاص في المرحلة السادسة، يعني احنا كده فهمنا الخطوات كلها، ولازم في المرحلة ديت نعمل عدم استجابة للافكار اللي هي بتجيلنا. طيب لو سمعت خطبة عن الموت، اقعد اسمع الخطبة عادي خالص، وخد الموضوع بصدر رحب، وما تعملش برضو افعال تطمينية، لان مش مجرد الكلام في خطبة عن الموت هيموتك، وإلا كان الخطيب بتاع المسجد ده هو اللي بيتكلم بقى عن الموت وفكرة الموت. يعني اعتقد ان هو من باب اولى لو هي بس مجرد الكلام كان الخطيب هو اللي مات. هنا لما بنتدرج بقى في موضوع التعرض وعدم الاستجابة للأفكار ديت، وبنمنع المريض من تنفيذ التصرفات القهرية اللي كان بيستخدمها للتطمين، هنا بيبدأ تدريجيا يوم بعد يوم فكرة الوسواس القهري بتضعف عنده، وبيبدأ ان هو يتحسن وبيعيش في حياته بشكل طبيعي. في النهاية عاوز اقول لكم ان الوسواس القهري مش ضعف في الشخصية، ولا ان انت شخص عندك جنون ولا حاجة، عشان في بعض الناس بتفكر كده، لكن هو اضطراب معروف وليه علاج منطقي وفعال. كل خطوة من خطوات العلاج بتساعد العقل يفتكر الحقيقة ويرجع لوضعه الطبيعي، وإن العقل لازم يفهم إن الأفكار ديت مش أوامر يتلقاها وينفذها، وإننا مش لازم نصدق كل حاجة بتعدي في دماغنا. زي ما قلنا كده في بداية الحلقة على إن العقل فيه جزء بيسمى ماكينة توليد الأفكار، بيجيب الأفكار المهمة والأفكار التافهة. علشان كده لابد إن احنا ما نعلقش على الأفكار التافهة، لأن هي دي اللي بتسبب لنا الوساوس. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم على حسن المتابعة، أتمنى يا رب الشفاء للجميع، ودمتم في رعاية الله.